وليد الركراكي يخرج وتكلم على بزاف الامور، واول حاجه كل شيء لاحظها هو انه لما تكلم على انه يعتذر من المغاربه، وهذا امر مهم جدا. هو اول حاجه بحال اللي قلت يسمحوا لنا، كنا بغينا حتى حنا نفرحوهم، نعيشوا هذه الفرحه اللي دوزنا في كاس العالم. درنا الجد ديالنا الصراحه، وملي رجعنا كاملين كنا مقلقين. اول حاجه اللاعبين الاوليين حتى هما بقات فيه. غنحاولوا اليوم اننا نديروا تحليل وغنتكلموا على ادق التفاصيل، وغنتكلموا كذلك على ما بين السطور اش قال وليد واش بغى يقول للمغاربه، وفين كان المشكل ولا الخطا من اللي خرجنا من كان الكوت ديفوار بتلك الصوره. كان دي ديتاي اللي ما خلاناش ندوزو نفرحوا هاد الجمهور، وبقات فينا صراحه. ملي دخلت مازال اليوم مقلق على هاد النتيجه. كنا فريمون بغينا نفرحوا هاد الشعب باسكو كيستاهل. شحال ما فرحش في هاد كوب دافريك. بحال ما كتبناش، ديرنا دي زيرور، كنهز لا ريسبونسابيلتي انا الاول. ديما كنقولها المدرب، ملي كان الرباح اللعابه هما اللي داروا كل شيء، ملي كان الخساره انا اللي خصني نهز لا ريسبونسابيلتي. علاش؟ انا اللي اخترت هاد اللعابه، انا اللي اخترت هاد لا استراتيجي، انا اللي اخترت كل شيء، وكنت كنامن بهاد لا استراتيجي، وما وصلناش اللي بغينا. هاد القراءات اللي دار المدرب، لما تنقول بانه انا اتحمل المسؤوليه، تيحاول ما امكن انه يخلي اللاعبين كاملين يمارسوا بواحد النفس اللي تيخليهم دائما يبقاو مطلعين للفريق الوطني. راه ممكن انه يكون لاعب من اللاعبين اللي شافوهم بانه المردود ديالهم ما كانش عاجبه، ولكن يمكن دابا حاليا يمكن المردود ديالهم تحسن. ممكن على تبريرات اخرى يمكن يقول بانه هذا اللاعب هذا العامل ديال الطقس اللي تحدث عليه فيه اكثر مره ممكن هذا اثر عليه، او يعني ما كان شايف ما كانش في النهار ديالو. هذه بعض الامور اللي ما يمكنش للمدرب انه يفصل فيها، تعطي اشارات فقط. ولكن عموما فوليد الركراكي يعني حسينا به بانه حاس بالمسؤوليه الملقاة على عاتقه، حاس بانه دارت اخطاء ولو انه لم يكشف عنها في اللقاء الاعلامي بشكل كبير. لان ما جنى على المنتخب المغربي هي رغبه وليد الركراكي في ان يجعل لاعبين اساسيين مدى الحياه وان يلعبون مهما كانت حالتهم البدنيه وحالتهم الفنيه، مصابين، عائدون من اصابه، جاهزون، غير جاهزون. هذا هو الخطر الذي أحدق بالمنتخب المغربي، وبرأيي هو الذي جعل كل الأوراق تتبعثر في كأس أمم أفريقيا. واش فعلا قنعنا وليد بهذه الخرجه هذه وعطانا امل ان المستقبل غيكون افضل؟ واش غيكونوا تغييرات في التشكيله ولا في اللائحه؟ يمكن غيكونوا دي شونجمون بيان سور، يمكن في الستاف، في اللعابه. حتى حنا خصنا نشوف انا بعدا شنو ما درتش مزيان، واش كنا في مستوى ديالنا حتى حنا ستاف، لي ديتاي اللي ما درناش اللي نقدروا نجيبوا، واش نقدروا نجيبوا دي بلو فاليو اما في اللعابه اما في الستاف. كاين بزاف د الحوايج اللي كنفكروا عندنا ان موا قبل. لان التركيز اليوم هو الكان القادم، خاصه انه غيتنظم في بلادنا اضافه الى كاس العالم، وهذه كلها اشارات دو عليها وليد، وقال انه اليوم تركيز في المستقبل على اننا ما يمكنش يضيع لنا اللقب من بين يدينا. وواضح جدا على انه بزاف اللاعبين ما غيكونوش في اللائحه مستقبلا، علما بانه غيكونوا جوج ديال المباريات غيتعرفوا او غنتعرفوا على الخصوم وغنتعرفوا على التوقيت ديالها في الوقت ديال ان الجامعه تحدد الوقت، وكذلك المنتخبات اللي غنلعبوا ضدها.